ترى ذبحتونا بي وطبلتوا زياده 60 تاه انطيتوه. يا هسه علي جهه تغلط، علي جهه تغلط، انا اقصد مبابي. ايمن حسين افضل مهاجم بالعالم حاليا، وهسه عفونا من الشقه وعفونا من الضحك، خليني نجي عجل. تعالوا وياي خلينا نحلل المباراه واشوفكم ايش صار بهذا الماتش المرعب، وخلونا نستلم اول بطل اللي هو ايمن حسين. نشوف الكره عند زيد تحسين يرسلها عاليه للثلث الاخير من الملعب، وطبعا هاي كانت مهمه زيد تحسين ببناء اللعب. يستلم الكره ويلعبها عاليه لايمن حسين، ايمن حسين يرتقي وياخذ الكره ويعبرها لماركو فرج. ماركو فرج كانت هاي اول استلامه له واول لمسه بالمباراه بعد دخوله. تمنيت يدخل الشوط الاول مكان يوسف الامين. المهم استلام مو كلش قوي من ماركو فرج، لكن يستلم الكره ويلعبها ارضيه ما لعبها عاليه مثل ما سوى يوسف الامين. هنا يجي ذكاء ابو طبر. شوفوا ركزوا وياي شلون قرا الهجمه وراح سبق المدافع البوليفي، ومباشرة من لمسة واحدة ياخذ هدف الفوز ويصعد المنتخب الكاس العالم. واذا انت فكر ابو طبر كان بس يهاجم، لا يا حبيبي، ابو طبر طوال المباراة بالشوط الاول لما صار علينا ضغط كان افضل لاعب يخلص كرات براسه، افضل حتى من مدافعينه. حرفيا المرة الالف انا اقول مدافعينه بالكرات العالية سيئين، لازم يرجع ايمن حسين وهو يخلص الكرة. زين انت شكو مدافع؟ زين انت ما سألت نفسك ليش اجراهام لاعب ابراهيم بايش ومكان علي جاسم؟ هسه انا اقول لك ليش وراح اصدمك، لكن قبل لا اقول لك اتمنى تخلي لي متابعة وتقدر جهودي. اضغط على الزائد الاحمر ويلا تعال نكمل. جراهام لاعب ابراهيم بايش ومكان علي جاسم الشوط الاول حتى يساند دوسكي، يعني مثل ما تعرفون اللاعب بوليفي هذا رقم 7 الرجال ما ينكض كنا صابونه، فقدرات ابراهيم بايش الدفاعيه ومساندته اقوى من مسانده علي جاسم، ولهذا السبب دخل ابراهيم بايش ومكان علي جاسم الشوط الاول على الجناح الايسر. لا تنسون حتى الهدف الاول مال علي الحمادي كان بسبب ايمن حسين، مثل ما تشوفون اللاعبين يساعدون ايمن حسين ويخلون على الحمادي وحده. وهنا اذا تركزون بهاي اللقطه راح تشوفون حارس منتخب بوليفيا يقول للاعبين متراقبون ايمن حسين وتعرفون على الحمادي مثل الهدف الاول اللي صار علينا. وهذا ما ينفي انه علي الحمادي قدم مباراه للتاريخ. علي حسين مثل ما اقول دائما ظهير متوازن دفاعيا وهجوميا، ولو انه عنده شويه تهور يا ريت يصلحه، لكن الرجال قدم مباراه خرافيه، وانا اشوفه ثالث افضل لاعب بالمنتخب العراقي بهاي المباراه. دخول زيد اسماعيل الشوط الثاني كانت حركه ذكيه من اجراهام. مع دخول زيد اسماعيل غلق كل خطوط التمرير على منتخب بوليفيا، وهذا اللي قلت لكم عليه قبل المباراه، لازم يكون موجود زيد اسماعيل، حتى لو بالشوط الثاني الرجال يفيدنا بالقطع فوق ما تتصورون. اما عن اكام هاشم بهذا القطع اللي باخر الدقائق هو اللي وصلنا لكاس العالم. حرفيا اكام هاشم مدافع لازم يحترف بنادي اوروبي، واذا مو اوروبي على الاقل يحترف بنادي عربي. كام هاشم يعجز اللسان عن وصفك بهاي المباراه. منتخب بوليفيا يلعب كره قدم حديثه، منتخب صعب وعنيد ويعرف يوصل للجول بترتيب باصات، لكن الحمد لله قدرنا نفوز. ما كان اكو تكتيك عالي بالمنتخب العراقي، لكن كان اكو لعب رجولي ولعب فوق الرجولي، وهذا هو الاهم لان احنا اهل الغيره. ما اقدر احمد واشيد بكل اللاعبين لان الفيديو راح يصير طويل علي. اللاعبين كلهم قدموا عليهم وزياده ورفعوا رؤوسنا امانه، لكن هسه لازم نحكي على الاخطاء وشويه نصدمك. ركز وياي باللاعبين اللي ما قدموا من المنتخب العراقي. اول